بزاف ديال الناس سولوني على كيفاش نتعلموا الفيديو ايديتين، وفي هذا الفيديو كيف ما وعدتك غادي نعطيك كاع الحوايج اللي غادي تحتاج باش تتعلم الفيديو ايديتين وتولي واعر وتدخل منه فلوس في اقل وقت ممكن. اجي بعدا شنو هو هذا الفيديو ايديتين؟ مؤخرا الفيديو ولا كيبان لينا في كل بلاصه، المحتوى، الريلز، الاشارات، الافلام الى اخره، وانت دابا كتفرج فيا في فيديو. والفيديو ايديتين هي اهم مرحله في انتاج اي فيديو كيف ما كان النوع ديالو، حيت في هذه المرحله كنرتبوا الافكار وكنتحكموا في الميساج اللي بغينا نوصلو، وبهذه الطريقه كنقدروا اننا نقدموا للمشاهد تجربه بصريه وسمعيه زوينه. المهم دابا 3 ديال الصباح، صراحه عايش بزاف غادي الناس، غدا ان شاء الله غادي نكمل. صباح الخير، نكملوا الفيديو ديالنا. وبالنسبه للبرامج اللي كنخدموا بها المونتاج عندنا بزاف. حبيب الجماهير بريمير برو من احسن واشهر وافضل البرامج في مونتاج الفيديو. دافينشي ريزولف برنامج قوي بزاف خصوصا في الكولور كوريكشن والكولور جرانديان. فاينل كات برنامج ديال ابل كيخدموا به بزاف الناس ديال الماك. وعندنا افتر افكت خاص بالانيميشنز والموشن جرافيكس. اليستراتور وفوتوشوب خاصين بالجرافيكس والتصاميم اللي كنستعملوا في الفيديو. هاد البرامج اكثريه مدفوعه وخاصك تخلص باش تقدر تخدم بهم بشكل قانوني، ولكن الناس اللي كيبداو كيواجهوا المشكل ديال الثمن الغالي. وفعلا كاينين طرق باش تقدر تكراك هاد البرامج وتخدم بهم فابور، ولكن خاصك تعرف ضروري بلي هادشي ماشي قانوني ويقدر يجيب لك مشاكل. الا كنتي باغي تبدا المونتاج بطريقه سهله ومجانيه، عندك دافينشي ريزولف فري فيرجن، نسخه مجانيه قويه كافيه انك تتعلم وتخدم بها وبجوده اللي عاليه وفابور. فاش غادي تبدا تطور وتبدا تخدم مع كلاينت وتدخل مدخول محترم، من الاحسن تمشي مع البرامج الرسميه باش تكون خدمتك احترافيه 100%. ولكن شنو هما المصادر اللي غادي نتعلم منهم هذا الفيديو ايديتين؟ خاص اي فيديو اديتور يطور راسو بالبحث والتعلم الذاتي. والجميل دابا هو ان الفرص مفتوحه قدامك، تقدر تستافد من الاونلاين كورسز اللي كيعطيوك مسار واضح ومنظم، ولا يوتيوب فيديوز اللي كاينين بالملايين ومتاحين مجانا، وحتى من الاي اي تولز بحال شات جي بي تي اللي كيعاونك وكيجاوب على الاسئله التقنيه وكيعطيك خطوات عمليه مباشره. الفكره هو انك تبقى ديما كتقلب وكتجرب وكتطبق، وما تحصرش راسك في مصدر واحد، حيت كل واحد فينا كيتعلم بطريقه مختلفه، وانت خاصك تكتشف الطريقه اللي كتعلم بها واللي كتخليك تطور بالزربه. ولكن فين غادي نلقى الفيديوهات والتصاور والموسيقى ساوند افكت اللي غادي نحتاج في المونتاج ديالي بجوده عاليه؟ جميع الاسيتس اللي غادي تحتاج جمعتهم لك في هذا الجدول اللي كتشوف فيه دابا. خذ ليه سكرين شوت باش يبقى عندك وترجع ليه فوق ما بغيتي. ولكن كيفاش نسرع الخدمه ديالي؟ حيت هذا المونتاج كياخذ بزاف ديال الوقت. باش تسرع الخدمه ديالك في الفيديو ايديتين خاصك تجمع ما بين بزاف ديال الحوايج. استعمل الشورت كاتس في الكيبورد وخدم بالبريسيتس والبلاجنز، وزيد عليها الاي اي تولز اللي كيعاونوك في ريموف باك جراوند والاوديو كلينين، السبتايتلز والاوتو كات. نظم الفايلات ديالك مزيان وهيكل البروجي ديالك باش تلقى كل شيء قدامك. استعمل البروكسيز للفيديوهات الثقيله وحافظ على اعدادات التصديف. بريسيتس باش اكسبورتي لاي بلاتفورم بلا ما تضيع الوقت كل مره. ومع الاوتو سيف والباك ابس كتضمن انك ما تضيعش الخدمه ديالك في حالات تطفى البيسي بشكل مفاجئ او لا اي حاله اخرى. بهذه الطريقه كتوفر الوقت في الحوايج الروتينيه وكتخلي التركيز ديالك كامل على الابداع. ولكن كيفاش غادي نقنع الكليان وغادي يعرف باللي خدمتي زوينه وغادي يبغي يخدم معايا؟ سهله، بالبورتفوليو. ولكن شنو هو هذا البورتفوليو عاوتاني؟ اول حاجه كيشوفها اي كلاينت قبل ما يخدم معاك هي البورتفوليو. خاص ضروري تكون عندك بلاصه منظمه كتوري فيها احسن خدمه ديالك، جوجل درايف ولا دروب بوكس فولدر ولا يوتيوب بلاي ليست تجمع فيها احسن الفيديوهات اللي خدمتي عليهم. شاوريل فيديو قصير من 30 حتى 60 ثانيه كتعرض فيه لقطات متنوعه من الخدمه ديالك. واخيرا بورتفوليو ويب سايت، وهذا احسن اختيار حيت غادي تبان بروفيشنال. اهم نصيحه، الجوده اهم من الكميه. فيديو واحد قوي ومبني مزيان احسن من 10 عاديين. وباش نسهل عليك انك تبني البورتفوليو ديالك غادي نخلي لك هذا الفيديو كامل بلا مونتاج في اول تعليق. غادي تيليشارجيه وتخدم عليه وتحطه في البورتفوليو ديالك باش تقدر تقنع به الكلاينتس المستقبليين ديالك. ثاني حاجه فاش تسالي الفيديو صيفطوا ليا وغادي نختار احسن واحد غيدير احسن مونتاج وغادي يخدم معايا يمونطي ليا الفيديوهات ديالي. سيفي عندك هذا الفيديو، انا متاكد انك غادي تحتاجه، وبارطاجي مع صاحبك باش يتعلم. ولا بغيتي تشوف اكثر من هذا المحتوى خليه متابعه.